يا دي الفضيحه ام حناجل، يا دي الجرس ام جلاجل. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جامده من برنامجكم الكوره مع ميجا. اصحابي حابين تتفرجوا على الحلقات، يا ريت تتفرج على الحلقه للاخر، تدوا احد اصدقائك الاشتراك في القناه وتشير الفيديو على اي منصات التواصل الاجتماعي. النهارده كانت مباراه الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كاس مصر بتاع السنه الماضيه، واللي انتهت بفوز بيراميدز في مفاجاه كبيره جدا جدا بضربات الجزاء الدرجحيه. فريق بيلعب 78 دقيقه زائد نص ساعه وقت بدل ضيع وناقص واحد وبيكسب الزمالك. الزمالك ابتدى المباراه النهارده بالتشكيل مكون من محمد عواد في حراسه المرمى، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، باك شمال حمزه المسلوس على غير العاده، وباك يمين عمر جابر، وفي النص السيسي ودونجا، ثلاثه اللي تحت راس الحربه احمد سيد زيزو ويوسف اسامه نبيه وامام عاشور، وقدامهم كان سيف الدين الجزيري. كالعاده فيريرا بيألف تأليفه كبيره جدا، وكان ممكن بكل سهوله ما عندوش باك شمال عشان احمد فتوح، فكان ممكن يلعب بعبد شافي جدا لحد ما يجيب اخره، يلعب شوط ونص، وبعد كده يقدر يلعب باي حد يوظفه في المكان ده بس يكون ضمن نتيجه المباراه. وكمان قلنا في الحلقه اللي فاتت ما ينفعش الدونجا والسيسي يلعبوا جنب بعض الاثنين، لان الاثنين بيقوموا بنفس الدور، يكفي ان واحد فيهم يلعب كمدافع كلاسيكي اللي هو بيقطع ويباص، ويلعب جنبه امام عاشور على اساس كورته حلوه لقدام، ويوفر المركز ده لاحد الناس اللي بتجيد الدور الهجومي في الثلاثه اللي تحت راس الحربه. ولكن فيريرا بيستمر في عناده مع جماهير نادي الزمالك ومجلس ادارته، وبيلعب اللي على مزاجه. وكمان جه في الشوط الثاني وطينها خالص ونزل مصطفى شلبي اللي كان بيحف امبارح واصلا مش مركز وفاقد تركيزه على المباراه ومش في دماغه اصلا، وقام ينزله الشوط الثاني ما عملش اي حاجه. بيراميدز تقريبا سيطر على دقيقتين من بدايه المباراه وما قدرش يعمل فيهم حاجه غير ان جاله فيهم كورنر، بيرد الزمالك عليه بهجمه بتطلع كورنر، بيتعادل كورنر، يطلع كورنر تاني، يترفع كورنر، حسام عبد المجيد كالعاده يقوم يحرز الهدف من ضربه راسيه جميله جدا من ركنيه احمد سيد زيزو. وبعد الهدف ده بخمس دقائق في الدقيقه 19 تحديدا تم طرد علي جبر بناء على الكوره دي، ووجهه نظري ان الجزيري كان المفروض يكمل بالكوره دي اللي كان انفراد واضح وصريح وكان يقدر يجيبها جون ويخلص المباراه بالهدف الثاني. وابتدى الشوط الثاني وزي ما الزمالك نهى الشوط الاولاني ابتدى الشوط الثاني لحد ما مسيطر، بس سيطره اللي هي بتقول انا هكسب، يعني هكسب كده كده كسبان، ورعونه كبيره من فريق نادي الزمالك لحد الدقيقه 55 وكوره دربكه في منطقه الجزاء بتروح لاحمد فتحي بيلعبها ليه رمضان صبحي اللي بيشوطها بالعرض لوليد الكارت، بيحط هدف التعادل لنادي بيراميدز. والزمالك بدل ما يعمل تغييرات هجوميه ويطلع لعيبه ذات طابع دفاعي وينزل لعيبه ذات طوابع هجوميه، لا ما عملش كده خالص، وبيطلع مركز بمركز، يعني بينشط كده اللعيبه. وانتهت المباراه ال 90 دقيقه 1-1 مع ان بيراميدز ناقص واحد من الدقيقه 19. قلنا يمكن في الاكسترا تايم الزمالك يقدر ينشط نفسه ويكسب، لكن الزمالك كان لعيبه الزمالك عندها رعونه كبيره جدا جدا، وخلصت المباراه 1-1 ولجأوا لضربات الترجيح اللي كانت البدايه مع احمد سيد زيزو اللي شاط اول ضربه جزاء للزمالك برعونه كبيره جدا. زي ما قلت اللعيبه كانت بتلعب في المباراه وحاسين ان هم يكسبوا في اي وقت. احمد سيد زيزو بيخش على ضربه الجزاء وبيشوطها بفزلكه كبيره جدا بيصدها احمد الشناوي، واستمرت ضربات الجزاء. بعد كده بيراميدز بيجيب والزمالك يجيب، بيراميدز يجيب والزمالك يجيب، لحد ما جت كوره شيكابالا اللي شاطها وصدها احمد الشناوي. يعني اثنين لعيبه اللي جماهير الزمالك بتحط عليهم الامال، احمد سيد زيزو وشيكابالا، اضاعوا بطموح الجماهير خارج كاس مصر، وكانوا على بعد خطوه واحده من المباراه النهائيه، وبيخسر الزمالك في مفاجاه غريبه جدا 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 بضربات الجزاء الترجيحيه. مباراه كانت في متناول نادي الزمالك جدا جدا بعد طرد جبر، ولكن لعيبه نادي الزمالك للمباراه الرابعه على التوالي 3 مباريات في الدوري ومباراه في الكاس بيطيحوا بامال جماهيرهم. الصراحه بيراميدز قدم مباراه قويه جدا 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 ومنظمه جدا 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 بقياده مدير فني قدير وهو جيمي باتشيك، واللي كان بيدرب الزمالك قبل كده، وقدر مع وجود النقص العدد اللي معاه في فرقته من الدقيقه 19 انه يمشي المباراه زي ما هو عاوز لحد ما جاب جون التعادل وقدر يفوز في المباراه بالنهايه. بيراميدز في النهائي في انتظار الفائز بمباراه النادي الاهلي وسموحه غدا ان شاء الله. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، واشوف حلقه قريبه ان شاء الله. كوره مع ميجا.